السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بجديد ومفيد في عالم التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد في عالم التطبيقات. في القناة عندي اقدر افك التطبيقات الحديثة اللي بتساعدك في حياتك اليومية والتطبيقات الفيك وكمان التطبيقات الهاكر. النهارده ان شاء الله ماشي على تطبيق جديد هو اسمه تيمو كلاب. التطبيق ده مساحته 86 ميجا، محمله اكتر من 5 مليون شخص. التطبيق ده من ضمن تطبيقات الدردشة، اللي هو عامل زي الفيسبوك وعامل زي تطبيقات التواصل الاجتماعي. بتقدر من خلال التطبيق ده ان انت تحمله، تقدر ان انت تعمل تواصل اجتماعي، تتعرف على ناس جديدة، تقدر ان انت تنزل الحالات بتاعتك، تقدر تنزل ستوري، تقدر تنزل بوست، تقدر ان انت تتعرف على ناس جديدة، تتكلم معاهم سواء من داخل البلد بتاعتك او من خارج البلد بتاعتك. بتقدر ان انت تعمل معاهم دردشة، محادثات صوتية او شات او مكالمات فيديو. كمان بتقدر ان انت تبعت لهم هدايا. بتقدر كمان من خلال التطبيق ده ان انت تتواصل معاهم. بس مشكلة التطبيق ده ان هو اسعاره غالية، ان هو تطبيق مش مجاني. التطبيق ده بيديك اول ما بتحمله بيديك فرصة ان انت تتكلم مع ناس. الناس دي بتبقى ناس وهمية. بعد كده بيطلب منك ان انت تدفع اشتراك عشان تكمل المكالمة. المكالمات دي ممكن تكون مع ناس فيك او مع ناس مش حقيقية، او مع شباب مثلا بيعمل معاك شات، او مع روبوت، لحد ما تدفع الاشتراك. بعد كده بقى ممكن يجيب لك مثلا بنت ان انت تتكلم معاها، تتعرف عليها. هو التطبيق ده الغرض منه استغلال الشباب واستغلال حاجة الشباب للتعرف على بنات والكلام معاهم، يقعد بعد كده يقول لك بقى ابعت لهم هدايا وادفع اشتراك علشان تكمل المكالمة والحاجات دي. ده من ضمن التطبيقات اللي انا ما برجحش ان الناس تحملها، لانها بتكون تطبيقات استغلالية، بتخلي الناس تدفع فلوس كتير، وبتكون مستغلية حاجة الشباب في ان هو عايز يتكلم وعايز يتعرف وعايز يعمل علاقات مع بنات وكده. بس كده الغرض من التطبيق، ودي يعتبر مميزات وعيوب التطبيق. لو عجبك شرح التطبيق تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح تطبيق معين تسيب لي في الكومنت. لو شفت ميزه او عيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمه اكتبها في تعليقات الفيديو. شكرا، سلام عليكم.